بيبدأ فيلمنا بشخص غريب بيحكي لنا إن من حوالي 100 سنة ظهرت مخلوقات عملاقة على شكل بني آدمين اسمهم التايتنز، والبشر اللي نجوا منهم قدروا يبنوا جدار ضخم علشان يحموا نفسهم من هجمات التايتنز، ومن وقتها عاشوا في أمان تاني وفضلوا متمسكين بالأمل إن الجدران دي تفضل موجودة للأبد. وبعد مرور 100 سنة الناس بدأت تنسى حكاية التايتنز دي وبقت مجرد أسطورة بيكتبوها في كتب التاريخ وبيحكوها للأطفال علشان يخوفوهم. الناس اللي كانت عايشة ورا الجدران ما كانش مسموح لهم يخرجوا منها لأن الحكومة كانت منع أي حد يعدي، ومن ساعتها عاشوا طول عمرهم ورا الجدران من غير ما يطلعوا منها خالص. العالم اللي ورا الجدران كان مقسم ل3 مناطق. المنطقة الثالثة كانت للفلاحين اللي عايشين في الأراضي الزراعية، والمنطقة الثانية للمصانع. أما المنطقة الأولى واللي كانت أبعد منطقة عن الجدار فدي كانت خاصة بالطبقة الغنية والحكومة، وكان ممنوع منعاً تاماً إن حد ينتقل من منطقة للتانية. وفي يوم من الأيام في العالم اللي جوه الجدران بنتعرف على شاب اسمه آيرين. آيرين بيقابل صحابه أرمين وميكاسا واللي كانوا عايشين في المنطقة الثالثة. آيرين وميكاسا كانوا بيحبوا بعض جداً، والمكان اللي عايشين فيه كان مليان صواريخ ومدافع. آيرين من الفضول كان دايماً بيبص للجدران، وكان حلمه إنه في يوم يعديها علشان يعرف إيه اللي وراها. وفي لحظة آيرين بيضرب صاروخ كان جنبه وبيكتشفوا إن عليه خريطة فبيشوفوا فيها البحر لأول مرة. التلاتة بينبهروا وميكاسا بتحاول تتخيل شكل البحر الحقيقي وبتقول أكيد ده مكان جميل. بعدها آيرين بيقرر إنه لازم يعدي الجدار وبيقدر يقنع صحابه، وبالفعل بيتسللوا من ورا الحراس لحد ما بيوصلوا للجدار، ولما بيشوفوه من قريب بيتصدموا من ضخامته. آيرين بيكون عايز يتسلق الجدار علشان يعدي للناحية التانية، بس ميكاسا وأرمين بيمنعوه وبيقولوا له إن ورا الجدار في عمالقة اسمهم التايتنز وممكن ياكلونا. بس آيرين ما كانش مصدق إن التايتنز موجودين أصلاً لأن محدش شافهم بقالهم 100 سنة. وفجأة العساكر بيوصلوا وبيحاولوا يمسكوهم، بس آيرين ما بيستسلمش وبيضرب العساكر ومش بيهتم بالعواقب. ولما واحد من العساكر كان هيضربه بالنار بيظهر القائد زيلدا، وده كان صديق أبو آيرين وقائد الجنود. زيلدا بيتدخل وبيوقف القتال وبيقول للجنود سيبوا العيال دول أنا هتصرف معاهم. ولما الجنود بيمشوا زيلدا بيبدأ يتريق على تصرفات آيرين، لكنه في نفس الوقت كان متعاطف مع رغبته في الحرية وبيقول له أنا فاهم إنك نفسك تعدي الجدار وتشوف العالم اللي وراه، بس ما ينفعش تغامروا لوحدكم. كده الجيش أصدر قرار إنهم هيعدوا الجدار ويستكشفوا اللي وراه، لكن فجأة بيسمعوا صوت انفجارات والأرض بدأت تهتز بقوة كأن في زلزال. الجدار كمان بدأ ينكسر وكان واضح إن في حد من الناحية التانية بيحاول يكسره. وفجأة بيظهر تايتنز عملاق أطول من الجدار نفسه وكان جسمه كله محاط بدخان، وجنود الجيش شافوه وهم مرعوبين. العملاق بدأ يصرخ بصوت عالي جدا وبعدين ضرب الجدار برجله وفضل يضرب فيه كذا مرة لحد ما قدر يكسره فعلا، وبعدها اختفى ومشي بطريقة غامضة. آيرين وصحابه بدأوا يشوفوا تايتنز تانيين وهم داخلين من الفتحة اللي اتكسرت في الجدار. وشهم كان مرعب وحجمهم ضخم جدا وبدأوا يتحركوا ناحية المدينة بتاعتهم. الجيش حاول بأقصى ما عنده يتصدى ليهم ويدافع عن الناس، وبدأوا يضربوا التايتنز بالمدافع، بس الهجمات دي ما كانتش بتأثر فيهم غير إنها تبطئ حركتهم شوية، لأن التايتنز كان عندهم قدرة على الاستشفاء وتجديد الخلايا اللي بتتدمر. الجنود بدأوا يتعبوا ويخافوا واللي يقدر يجري بيجري. التايتنز مسكوا الجنود وبدأوا ياكلوهم وهم عايشين، وآيرين وأصحابه كانوا بيحاولوا يهربوا ويرجعوا لبيوتهم، والمدينة كلها كانت غرقانة في الرعب والخوف. حصلت فوضى كبيرة بسبب التدافع والزحمة والناس كانت بتجري في كل اتجاه. التايتنز بيجروا وراهم وبيضربوا المباني وبيهدوها وبياكلوا أي حد يقابلهم في طريقهم، وبيدوسوا على البشر برجليهم كأنهم مجرد حشرات. آيرين بياخد ميكاسا على بيت كبير وكل أهل المدينة دخلوا البيت ده علشان يستخبوا جواه، بس بسبب التدافع والزحمة آيرين اتفصل عن ميكاسا لأن ميكاسا شافت طفل واقع على الأرض وقررت تنقذه. وفي نفس الوقت الناس دفعوا آيرين جوه البيت وهو كان بيحاول يوصل لها لكنه فشل. الناس بعدها قفلوا أبواب البيت وهم مرعوبين ورفضوا يفتحوا لأي حد. آيرين كان بيبص من الشباك وشاف واحد من العمالقة شكله مرعب وأسنانه مخيفة وكان بيقرب من ميكاسا. ميكاسا اتجمدت في مكانها وغمضت عينيها مستنية مصيرها، وفجأة حصل انفجار ضخم جدا ومن شدته كل الناس وقعوا على الأرض. بعد كده آيرين بص من الشباك ولقى إن ميكاسا وتايتنز اختفوا من المكان. خرج يجري بره البيت والناس قفلوا الباب وراه بسرعة، وعرف إن ميكاسا خلاص ماتت ووقف يتفرج على المدينة وهي
وهي بتتدمر، وشاف التايتنز وهم بيهدوا البيت اللي الناس مستخبيين فيه وبياكلوا كل اللي جواه. الدم بدأ ينزل من تحت الباب، وآيرون كان واقف مش مصدق اللي بيشوفه. بعدها مشي من المكان وهو في حالة صدمة ويأس، وراح على المنطقة التانية اللي فيها المصانع. وبعد الكارثة دي بسنتين بنشوف إن الناس اللي هناك لسه عايشين، وده بفضل الجدار القوي اللي بيحميهم. الجيش كان بيخطط يسيطر على المنطقة الثالثة اللي اتهاجمت من التايتنز، وبنعرف إن الناس اللي قدروا يعيشوا هربوا على المنطقة الثانية وسابوا المزارع بتاعتهم في المنطقة الثالثة تتدمر. وتدمير المزارع ده تسبب في نقص كبير في الموارد الغذائية، وده خلى معدلات الوفيات والجرائم تزيد بشكل كبير. وعلشان كده الجيش كان لازم يستعيد المنطقة الثالثة ويصلح الجدار ويواجه التايتنز علشان ينقذوا نفسهم وينقذوا الشعب من الجوع. الجنرال كوبو قدم للجنود خبيرة الأسلحة الكابتن هينج، وهينج دي ورتهم جهاز جديد المفروض إنه هيساعدهم في قتل التايتنز. الجهاز ده بيخليهم يطيروا في الجو، وهينج شرحت لهم إن نقطة ضعف التايتنز هي الرقبة، وقالت لهم لو قدرنا نصيب رقبتهم هنقدر نقتلهم. أما آيرون فانضم للجيش هو وصاحبه أرمن، وبنعرف إن أرمن كمان قدر ينجو من مذبحة التايتنز اللي حصلت من سنتين. آيرون كان حاطط على نفسه مسؤولية موت ميكاسا وحاسس بالذنب ناحيتها. في الوقت ده بيقابل الكابتن زيلدا اللي كان هو المسؤول عن توزيع الأكل على الجنود، بس حالته كانت صعبة جدا لأنه دايما سكران وفاقد الأمل في الحياة بسبب التايتنز. أرمن بيشرح لزمايله خطة الجيش وبيقول لهم إنهم لازم يفجروا الجزء العلوي من الجدار علشان لما الجزء ده يقع هيسد الفتحة اللي التايتنز بيدخلوا منها. وقتها الجدار هيبقى أصغر بس يفضل أطول من حجم التايتنز، وده هيساعدهم إنهم يستعيدوا أراضيهم. الجنود بدأوا يستعدوا للتحرك عند غروب الشمس لأن التايتنز بيناموا بالليل زي البشر بالظبط. وفعلا الجيش بدأ يتحرك بالليل بالعربيات، لكن الكابتن حس إن في حاجة بتتحرك قدامهم فوقفوا العربيات فورا. الجنود نزلوا وبدأوا يستكشفوا المكان، لكن اكتشفوا إن اللي قدامهم مجرد شوية بقر. وفي الوقت ده واحدة من الفريق اسمها هيانا سمعت صوت طفل صغير بيعيط جوه الجدران، وافتكرت إن الطفل ده في خطر ومحتاج مساعدة. هيانا قررت تروح ناحية الصوت، وآيرون قرر يروح وراها علشان ما يفقدها هي كمان زي ما فقد ميكاسا. بدأوا يتقدموا هما الاتنين جوه الجدران، وآيرون هو كمان سمع صوت الطفل الصغير. وفجأة سائل غريب وقع على وش هيانا، فبصوا هما الاتنين فوق ولقوا إن الطفل الصغير ده في الحقيقة ابن تايتنز وكان بياكل إنسان عادي. الطفل العملاق وقع على الأرض وبدأ يعيط، والاتنين اتخضوا جدا وجريوا بأقصى سرعتهم. وصوت الطفل العملاق صح كل التايتنز تانيين واللي بدأوا يحاصروا الفريق كله. الكابتن كان بيحاول يهدي الجنود علشان ما يعملوش صوت والتايتنز ما يعرفوش مكانهم. وقبل ما الكابتن يكمل كلامه ظهر واحد من التايتنز فجأة وأكله. آيرون وهيانا بدأوا يجروا ناحية الفريق والعمالقة بيطاردوهم. الجنرال كوبو شاف الخطر اللي جاي عليهم فهرب هو والأسلحة اللي معاهم، وساب الجنود لوحدهم يواجهوا مصيرهم. الجنود ما كانش قدامهم غير الجري بس، وهم بيهربوا ظهر قدامهم تايتن ضخم سد عليهم الطريق. وقبل ما الفريق كله يموت بيظهر كابتن اسمه شيكي شيما ومعاه سلاح غريب، وبيهجم على التايتنز ده وبيضربه في رقبته وبيقدر يموته فعلا. بعدها بتظهر بنت تانية بنفس السلاح وبتقتل واحد تاني من التايتنز، والعملاق بيقع على الأرض وما بيقدرش يقوم. وبيطلع إن البنت دي هي ميكاسا. ميكاسا بتشوف آيرون بس ما بتديهوش أي اهتمام، وبيجي الكابتن شيكي شيما وبينطلقوا هما الاتنين سوا. وآيرون وقف مصدوم ومش مصدق إنها لسه عايشة، وبيبان إن شيكي شيما واحد من جنود الجيش الكبار وهو اللي علم ميكاسا إزاي تحارب التايتنز. وباستخدام السلاح الجديد بيقدروا يطيروا ويوصلوا لرقبة التايتنز ويقتلوهم بسهولة. الجنرال كوبو بيوري شيكي شيما الممر الأرضي اللي هيستخدموه كملجأ للبشر لو خسروا الحرب ضد التايتنز. في نفس الوقت واحد اسمه جين بيهاجم آيرون وبيقول له أنت السبب، بسببك كنا كلنا هنموت. آيرون بيتعصب وبيضربه وبتبدأ خناقة بينهم، لكن ميكاسا بتوصل وبتفصلهم عن بعض. شيكي شيما كمان بيوصل وبيسأل آيرون عن اسمه، وبعدها بيطلب يتكلم معاه على انفراد. شيكي شيما بيسأله وبيقول له أنت ليه بتكره التايتنز؟ فيرد آيرون وبيقول له علشان هم سرقوا أرضنا وحريتنا. لكن شيكي شيما ما كانش متفق معاه وبيقول له البشر هم اللي حطوا نفسهم في الموقف ده من زمان لما قرروا يحبسوا نفسهم جوه الجدران بدل ما يواجهوا تايتنز. الخوف هو عدو الإنسان الحقيقي مش التايتنز. الخوف هو اللي بيخليك تهرب، ولازم نحاربهم بكل شجاعة علشان نستعيد أرضنا. بعدها آيرون بيروح لميكاسا وبيقول لها إنه فرحان لأنها لسه عايشة، بس ميكاسا كانت حزينة جدا وبتوريه علامة عضة كبيرة في جسمها.
باسمها وبتقوله أنت سبتني لوحدي أواجه العملاق ده، وشيكي شيما هو اللي جه وأنقذني. وبيظهر بعدها شيكي شيما وبيبان أن في علاقة حب بينه وبين ميكاسا. ايرين بيتضايق جدا لما بيشوف ده وبيخرج بره ويبدأ يصرخ ويعيط. هيانا بتظهر وبتحاول تهديه وبتاخده معاها لمكان تاني وبتحاول تواسيه، وهناك بتحكي له إن جوزها مات من سنتين وقت ما تايتنز هجموا عليهم، وقالت له إنها دخلت الجيش علشان تقدر تصرف على بنتها. وهم بيتكلموا بيقطع كلامهم تايتنز ضخم وبيبص عليهم من فتحة صغيرة، وبعدها بيمد إيده ويسحب هيانا علشان ياكلها. ايرين بيشوف اللي بيحصل وما بيكونش في إيده حيلة. التايتنز بيبدأوا يقربوا من الجنود، والجنود بيسيبوا المكان وبيهربوا، واللي معاهم الأسلحة اللي بتخليهم يطيروا بيبدأوا يهاجموا تايتنز. وشيكي شيما بيهاجمهم بكل شجاعة وبيقتل عدد كبير منهم. كمان ميكاسا بتنضم ليه وبتقتل فيهم واحد ورا التاني، بس في جنود كتير بيموتوا وبيتفعصوا من التايتنز. عدد كبير من الجنود بيموت علشان خايفين ومش عارفين يحاربوا. كوبو بيأمر الجنود إنهم يحموا المتفجرات، وواحدة من الجنود كانت بتعيط على جوزها اللي مات بسبب العمالقة دول، والكابتن زيلدا بيحاول يهديها وياخدها ويمشوا، بس هي بتقوله إنها هتنتقم لجوزها. الكابتن هينج بيلاحظ إن في حد بيسرق عربية المتفجرات وبيهرب من المعركة، بس الست اللي جوزها مات بتنط على العربية قبل ما تهرب وبتولع في المتفجرات اللي في الشاحنة، وبتنط على السواق الحرامي اللي كان عايز يهرب وبتضربه وبتسيطر هي على الشاحنة، وبتتحرك ناحية العملاق اللي قتل جوزها وبتخش فيه بالعربية والمتفجرات بتنفجر، وبيحصل انفجار كبير وبيوقع كذا واحد من التايتنز على الأرض. بس الهجوم والانفجارات دي كانت بلا جدوى علشان التايتنز بيقدروا يجددوا الخلايا بتاعتهم وبيقوموا من تاني وبيبدأوا ياكلوا الناس. ايرين بيشوف جين مستخبي على السطح فبيقول له روح قاتل زي الباقي، بس جين بيعترف له إنه جبان. وهنا ايرين بيفتكر الكلام اللي شيكي شيما قاله له قبل كده بخصوص الخوف، وبيجري ايرين بالسلاح ناحية التايتنز وهو في قمة الغضب وبيحاول يقتلهم، بس بيواجه صعوبة علشان ما بيعرف يقاتل ولا يعرف يستخدم السلاح. وشيكي شيما بيشوف شجاعة ايرين وبيبدأ يوجهه ازاي يقتل التايتنز، وايرين بكل شجاعة بيقدر يقتل واحد فيهم. وقبل ما كان هيحتفل باللي عمله بيطير ايرين بالغلط ناحية بق واحد من التايتنز، والعملاق للأسف بياكل رجل من رجلين ايرين بيقع على سطح واحدة من العمارات، والجنود بيلاحظوا ان التايتنز محاوطين المبنى اللي جين محبوس فيه. ارمين بيخطط لخطة علشان ينقذه، وبيبدأوا الجنود يطلعوا أصوات عالية جدا علشان يجذبوا انتباه التايتنز. وفعلا التايتنز بيتشتتوا وجين جات له فرصة انه يستخدم السلاح الجديد وبيهاجم واحد من التايتنز ويقتله. بعدها الجنود اللي طلعوا الأصوات كانوا بيهربوا، بس للأسف ارمين بيتمسك من واحد من التايتنز وكان هياكله. الكل بيتدخل وبيهاجموا العملاق، بس هجماتهم ما كانتش فعالة عليه. ايرين بيشوف صاحبه ارمين في خطر فبيتحرك ناحية العملاق بالعافية رغم إصابته. العملاق بيفتح بقه علشان ياكل ارمين، لكن ايرين بيقف على رجل واحدة علشان ينقذ صاحبه، وارمين بعد ما اتبلع كان بيحاول يتسلق ويطلع من بقه. في اللحظة الحرجة دي ايرين ظهر فجأة من العدم ومد ايده بكل قوة وبيمسك ارمين قبل ما يبقى في بطن العملاق، وبشجاعة كبيرة ايرين قدر يرمي صاحبه بره فم العملاق، لكنه هو وقع جوه وايده اتقطعت. ايرين نزل بسرعة جوه جسم العملاق وعيونه شافت منظر مأساوي، جثث البشر حواليه ومن بينهم هيانا اللي فقدها قدام عينه. وبكل ألم وغضب ايرين صرخ ووعد نفسه ان محدش من التايتنز هيفلت منه وانه هيقتلهم كلهم. الجنود كانوا كلهم محاصرين والجنرال كوبو كان من المفقودين بسبب الخوف. ارمين بص لميكاسا وقال لها ده اللي فاضل من ايرين، وميكاسا لما شافت ايده صدمتها خلتها تقرر تنتقم لايرين بكل قوتها. ميكاسا بدأت تقاتل بكل شجاعة وقدرت تقتل كذا تايتنز بسهولة، بس السلاح بتاعها خلص منه الغاز ووقعت على الأرض. العملاق اللي أكل ايرين قرب منها، وميكاسا بالرغم من إن سلاحها ما بقاش شغال قررت تكمل وتقاتل لحد آخر نفس فيها. وفجأة حصل شيء غريب، العملاق بدأ يتقيأ وفي لحظة طلعت إيد من جوه جسمه وبعدها جسمه انفجر بالكامل، ومن جوه ظهر عملاق جديد لونه أحمر، صوته كان مزعج وصرخته مليانة غضب. العملاق الأحمر بدأ يهاجم باقي تايتنز ويستهدف نقاط ضعفهم ويدوس عليهم برجليه بلا رحمة. الجنود وقفوا مندهشين ومش قادرين يصدقوا اللي بيشوفوه لأنهم عمرهم ما شافوا تايتنز بيهاجم شعبه قبل كده. العملاق الأحمر كمل مهمته والتايتنز التانيين حاولوا يضربوه ويتجمعوا عليه، بس كل محاولاتهم باءت بالفشل. ميكاسا وهي بتبص عليه حست إن طريقة قتاله مألوفة جدا ليها، والكابتن زيلدا شاف كل ده
شوية وحس إن اللي بيقاتل هو ايرون. العملاق الأحمر قدر لوحده يقضي على كل التايتنز وصرخته ملأت المكان. التايتنز التانيين هربوا من مكان المعركة، والعملاق الأحمر لاحظ الجنود على السطح وجري ناحيتهم. الكل اتخض وخاف وجرى إلا ميكاسا اللي نادت عليه باسم ايرون. العملاق وقف لحظة، مسك ميكاسا ورفعها في الهواء وفضل باصص لها كويس وبعدها تعرف عليها. وهنا ايرون بدأ يتحول ووقع على الأرض وجسمه بدأ يطلع دخان من النار اللي جواه. ميكاسا قربت منه وقطعت رقبته بالسيف وقدرت تخرج ايرون من جسم التايتنز. وبنشوف ان ايرون لسه على قيد الحياة ورجله وايده اللي اتأكلوا رجعوا له تاني بفضل قدرة تجديد الخلايا عند التايتنز. الكل اتفاجئ لان ايرون اتحول لواحد من التايتنز. ولحد هنا بيكون الجزء الأول وصل لنهايته. بيبدأ فيلمنا في المكان اللي انتهى فيه الجزء الأول، وبعد ما ايرون هزم كل تايتنز بنرجع فلاش باك لذكريات ايرون وهو صغير، وبنشوف ان ابو ايرون عمل تجربة عليه وحقنه بمصل غير من حمضه النووي، والمصل ده قادر يحول ايرون لواحد من التايتنز. وفي اللحظة دي ايرون ما كانتش عايزة ابنها يتحقن بحاجة زي كده، لكن ابو ايرون قال لها انه لما يكبر هيكون ليه فضل كبير في انقاذ البشر بفضل المصل ده. والكابتن زيلدا كان موجود وخد ايرون وخباه، وبعدين ظهرت الحكومة علشان تقبض على ابو ايرون ومراته عشان وصلهم خبر إنه بيعمل تجارب سرية وكان ممنوع على الفلاحين يعملوا كده. والقائد كوبو كان هو القائد على الجنود، وأبو ايرون لما قاوموا الجنود قتلوهم. وفي اللحظة دي كان ايرون والكابتن زيلدا مستخبيين. القائد كوبو بعدها حرق المكتبة كلها، والكابتن زيلدا خد ايرون وهرب بيه. وبعد كده ايرون بيصحى وبيلاقي الجنود رابطينه ورافعين السلاح عليه، والجنرال كوبو كان هو اللي أمر بالقبض على ايرون. والسبب إن كوبو مش عاجبه إن ايرون اتحول لواحد من التايتنز، وكان عنده نظرية وفلسفة معينة بيحكي ازاي البشرية اتحدوا بعد ما عاشوا ورا الجدران دول وبقى عندهم عدو واحد وهم التايتنز. بالرغم من ان الموارد الغذائية قلت، الناس كانت فرحانة لان الكل كان متساوي ومفيش حد اعلى من حد. وقدرة ايرون على التحول لعملاق كانت بتهدد العيشة دي. وقال كمان إنه عمره ما شاف إنسان بيتحول لعملاق، واللي ايرون عمله ده معناه إنه واحد من العمالقة ومستخبي وسطنا. ده غير إن جسمه اتدمر ورجع تاني ومفيش إنسان عادي يقدر يعمل كده. ايرون حاول يوضح لكوبو إنه إنسان عادي، وقبل ما بيكونوا هيقتلوا ايرون بيخرج أرمن وبيدافع عن ايرون وبيقول إن ايرون هو اللي أنقذنا، وايرون هو الوحيد اللي يقدر يدافع عننا من التايتنز. والكابتن هينك كمان كانت ضد قرار إن ايرون يتقتل. وهنا أرمن بيقول إن ايرون يقدر يساعدنا ويسد الفتحة في الجدار، لكن كوبو بيقول لأرمن أنت متهم في سرقة العربية بتاعة المتفجرات. وكوبو بيأمر الجنود يجهزوا أسلحتهم علشان يقتلوا ايرون، لكن بيتدخل الكابتن زيلدا وبيشرح للناس قوة ايرون، وبيقول إنه يقدر يسيطر على قوته ويتحول في أي وقت هو عاوزه، لكن وعيه بيختفي لما بيتحول لعملاق. وقبل ما زيلدا كان هيكمل كلامه الجنود بيقتلوه وبيخلصوا عليه. وزيلدا وهو بيموت كان عاوز يقول حاجة مهمة لايرون لكن مش بيلحق وبيموت. وفجأة بيظهر عملاق من السقف وبيسحق الجنرال كوبو وبعض الجنود، والجنود الباقيين بيضربوا عليه نار لكن ما كانتش جايبة أي نتيجة. وبنشوف إن العملاق ده عنده دروع مغطية جسمه وقوته رهيبة، والعملاق بيقتل الجنود بكل سهولة وبيمسك ايرون. وفي جنود من اللي بيطيروا حاولوا يضربوه في رقبته، لكن العملاق بيصدمهم لأنه كان واعي بكل حاجة وبيعرف خطتهم وبيسحقهم هم كمان. وبعد كده العملاق بيشوف في ميكاسا شوفة غريبة كأنه بيعرفها، وبعدين بيمشي من المكان وبياخد معاه ايرون. وبعدها الكابتن هينج أصبحت هي الجنرال الجديد مكان كوبو، وبيقرروا يكملوا الخطة ويسدوا الفتحة اللي في الحيطة. بس الأول لازم يروحوا يجيبوا قنبلة من مكان معين علشان يفجروا الحيطة. وبعدين بنروح لأيرون اللي بيصحى في أوضة غريبة وبيسمع أغاني غريبة قوي بالنسبة له، وبيشوف قدامه الجهاز اللي بيشغل الأغاني، وبيكون ايرون مش فاهم إيه الجهاز ده. وده لأن الجهاز ده جهاز من زمان جدا، من 100 سنة. الأغاني بتقف وبيظهر في المكان شيكي شيما، وشيكي شيما بيقعد يبص في ايرون ويقول له أنا أنقذتك من العملاق اللي خطفك، بس ما قدرتش أقتله لأنه قدر يهرب مني. وبعد كده شيكي شيما بيبدأ يعرض لأيرون فيديوهات قديمة من 100 سنة. الفيديوهات دي بتشرح إزاي ظهروا العمالقة، وبيطلع إن العمالقة دول كانوا بني آدمين عاديين وتحولوا لأن البشر كانوا عايزين يصنعوا بشر خارقين علشان يستخدموهم في الحروب. وفعلاً
قدروا يصنعوا العمالقة اللي انتوا شايفينهم دلوقتي، وده بعد ما حقنوهم بفيروس غريب وخطير حولهم لعمالقة. وهنا بتيجي المفاجأة، اللي عمل الفيروس ده هو أبو ايرون، بس التجربة فشلت لأنهم فقدوا السيطرة على العمالقة، وكمان الفيروس قعد ينتشر وسط الناس، والناس فضلوا يتحولوا لتايتنز وينشروا الخراب في العالم كله. والتايتنز دول كانوا خالدين وهيعيشوا للأبد، ومفيش حاجة بتقلل من شهيتهم أو تقتلهم غير نقطة ضعفهم اللي انتوا عارفينها. وبعد كده البشر دخلوا في حرب ضد التايتنز، والباقي احنا عارفينه من الجزء الأول. وبعدين شيكيشيما بيقول لآيرون إن باقي الناس اللي نجوا عاشوا ورا الجدران لحد يومنا ده، وبيحكي له إن الحكومة الفاسدة كانت عايزة الناس ينسوا ماضيهم علشان يقدروا يسيطروا عليهم بسهولة. وشيكيشيما كمان بيقول إن الهجوم اللي حصل على الجدران الحكومة هي اللي عملته علشان الناس تخاف وتفضل الحكومة متحكمة فيهم. بس شيكيشيما ما كانش عارف مين الشخص في الحكومة اللي مسيطر على كل حاجة، وشيكيشيما كان شايف إن الأمل في آيرون، لأن آيرون كان واعي لما تحول لعملاق، وبيقول له أنا وأنت هنقدر نوقف الحكومة اللي مخلين الناس عبيد عندهم. وبيخرجوا بعدها بره هما الاتنين، وشيكيشيما بيوري الآيرون رجالته والمتفجرات اللي سرقوها من الجنرال كوبو، وبيتبين إنه هو اللي سرق المتفجرات مش آرمن، وبيدي الآيرون السلاح اللي بيخليه يطير. وفي الناحية التانية الجنود قدروا يجيبوا القنبلة اللي كانوا مخططين يفجروها في الحيطة علشان يسدوا الفتحة اللي بيدخلوا منها التايتنز. وميكاسا بتفتكر أيامها الحلوة في المكان ده مع آيرون، لكنها فجأة بتشوف رجالة شيكيشيما بيظهروا قدامهم وبيرفعوا عليهم أسلحتهم، وآيرون بيظهر وسطهم وبيروح يسلم على ميكاسا، وميكاسا بتفرح إنها شايفاه عايش. وشيكيشيما كمان بيظهر وبيفحص القنبلة اللي الجنود جابوها، وبيدي أمر لكل الموجودين وبيقول لهم القنبلة دي هنستخدمها استخدام تاني، القنبلة دي هنفجر بيها الحيطة ونخلي كل التايتنز يدخلوا ويدمروا كل أفراد الجيش والحكومة. واتصدم آيرون واللي معاه لأنهم كانوا فاكرين إنهم هيستخدموا القنبلة علشان يسدوا الحيطة. آيرون قال لشيكيشيما لو نفذنا كلامك في ناس بريئة هتموت في السكة، بس شيكيشيما كان شايف إن الناس دي تستاهل الموت لأنهم سابوا نفسهم تحت حكم حكومة فاسدة، وقال لآيرون انضم ليا وإحنا اللي هنكسب. آيرون افتكر كل الناس اللي ماتوا بسبب التايتنز واتعصب على شيكيشيما ورفض يكون في صفه، جرى على شيكيشيما وهاجمه، لكن شيكيشيما مسكه وقلبه على الأرض. آيرون قام وحاول يهاجمه تاني، لكن شيكيشيما اتفادى كل ضرباته وهجم عليه ووقعه على الأرض تاني. شيكيشيما تحدى آيرون وقال له يلا حول لعملاق. آيرون كل شوية يقوم ويحاول يهاجمه لكنه يقع على الأرض، وما كانش يقدر يضرب شيكيشيما خالص، وكل شوية يتضرب ويقع. ميكاسا اتدخلت وكانت عاوزة شيكيشيما يوقف اللي بيعمله ده، بس شيكيشيما ضحك وأهانها قدام آيرون والكل. ميكاسا بعدها ضربت شيكيشيما على وشه، فقام شيكيشيما موقعها هي كمان على الأرض. آيرون اتعصب واندفع عليه لكنه برضه اتضرب وأخد نصيبه. آرمان وواحد تاني اسمه سانجي كانوا عايزين يساعدوا آيرون بأي شكل، وقدامهم كانوا شايفين مبنى شبه منهار، ووقت ما شيكيشيما كان هيرفع سلاحه على آيرون علشان يقتله، آرمان وقف وقال له اقف عندك، ابعد عن آيرون أو هفجر المكان كله وكلنا هنموت. آرمان أمر سانجي ياخد آيرون ويحطه في العربية، لكن شيكيشيما ما كانش خايف من آرمان ولا من تهديداته، وأمر رجاله يضربوا نار على آرمان. فجأة خطاف عدى قدام راسه ومسك في المبنى، واللي عمل كده كان سانجي، وكان عايز يوقع المبنى على المتفجرات علشان تنفجر. سانجي أمر آرمان يهرب بسرعة بالعربية وابتدى يسحب المبنى بكل قوته. رجال شيكيشيما أطلقوا النار على سانجي، لكن سانجي في آخر لحظة قدر يوقع المبنى على المتفجرات. المتفجرات انفجرت وآيرون استغل الفرصة وهرب بالعربية. حصل انفجار ضخم في المكان وكل اللي كان موجود مات، لكن شيكيشيما ظهر بعد الانفجار وطلع انه عايش، وطلع على العربية وكان مصمم انه ياخد القنبلة. بعد كده شيكيشيما طلع السيف بتاعه، والمفاجأة ان شيكيشيما طعن نفسه بالسيف وتحول بشكل غريب، وطاقة غريبة بدأت تخرج من جسمه. الفريق بتاعنا بدأ يهرب بسرعة وشيكيشيما اتحول لواحد من التايتنز. آرمان لما شافه اتصدم وفهم ان شيكيشيما هو العملاق اللي هجم عليهم وخطف آيرون من وسطهم لما كوبو مات. آيرون لما شاف اللي حصل كان عايز يطعن نفسه ويتحول هو كمان، لكن جين وقفه وقال له احنا مش متأكدين ان نفس الحركة هتنفع معاك، وقال له هنقاتل شيكيشيما سوا وهنهزمه. شيكيشيما العملاق ابتدى يقرب منهم ويوريهم
قوته وقتل 2 من العمالقة اللي ظهروا في المكان بطريقة رهيبة، وفرقنا طار في الجو باستخدام الأسلحة ناحية شيكيشيما، وفضلوا يطيروا في كذا اتجاه علشان يشتتوا انتباهه. واحدة اسمها ساشا بتهاجم شيكيشيما في عينه، وشيكيشيما بيخسر الرؤية بشكل مؤقت. جين بيطير حوالين شيكيشيما وبيهاجمه بالسيوف، وميكاسا كمان بتهاجمه وبتقطع صوابعه. أما ايرون فبيهاجم ركبته وبيخليه ينزل على الأرض. جين حاول يستغل الفرصة ويهاجم شيكيشيما في رقبته علشان يخلص عليه، لكن شيكيشيما شافه ولف بسرعة وكان هيضربه، لكن ايرون تدخل وخد الضربة بدل جين. شيكيشيما قام على رجليه وابتدى يتجه ناحية القنبلة، وقبل ما يوصل لها شاف ايرون بيتحول لعملاق هو كمان بعد ما اتضرب من شيكيشيما، والاتنين بيزعقوا من الغضب وابتدوا يهاجموا بعض ويتبادلوا اللكمات. كل ما ايرون كان بيهاجم شيكيشيما كان هو اللي بيتضرر، لأن جسم شيكيشيما العملاق كان مليان دروع وصلب جدا. شيكيشيما سيطر على القتال ووقع ايرون على الأرض، وبعدها داس عليه برجله. شيكيشيما كان رايح يخلص على ايرون نهائيا، لكن ايرون مسك حديدة عملاقة من الأرض وضرب بيها شيكيشيما. الحديدة دي اخترقت درع شيكيشيما وسدد له ضربة في وشه، ووقع شيكيشيما على العمارة، وشيكيشيما كده اتغلب وابتدى يتحول لشكله البشري تاني. ايرون زعق بعد ما انتصر عليه، وراح مسك القنبلة وحطها على ظهره وبدأ يتسلق الجدار، وأصحابه الجنود جايين وراه، وايرون بيوصل لمرحلة معينة وبعدها فقد كل طاقته. لكن قبل ما يقع ويفقد الوعي حط القنبلة في مكانها بسرعة، وميكاسا شافت ايرون تعبان ومرهق فضربت رقبته بالسكاكين، وبالفعل ايرون بيرجع لحالته طبيعية تاني. ارمان بعد كده ظبط القنبلة علشان تنفجر بعد 5 دقايق بالظبط علشان الفريق بتاعنا يكونوا قدروا يهربوا، لكن حصلت مفاجأة وشافوا الجنرال كوبو لسه عايش وواقف على الجدار، وقال لهم انا هديكوا فلوس وسلطة، بس في المقابل تسيبوا الجدار زي ما هو وتسلموا ايرون للحكومة. لكن الفريق رفض كل طلبات كوبو، وكوبو بدأ يضرب عليهم نار وصاب ارمان في رجله. وهنا كوبو زعق وقال لهم انتوا كلكم اغبياء، وقبل ما كان هيكمل كلامه فجأة ساشا ضربته بالسهام ووقع كوبو من فوق الجدار، وكلنا فكرنا ان كده كوبو مات، لكن بيطلع انه ما ماتش، لانه اتحول بعدها لعملاق ضخم جدا، وطلع ان هو ده العملاق اللي دمر الجدار برجله في البداية من 2 سنين وسمح لتايتنز انهم يدخلوا. فريقنا في الاول اتصدم، وبعد كده بدأوا يهاجموا كوبو، لكن ما قدروش يقربوا منه بسهولة لان حرارة جسمه كانت عالية جدا. كوبو مسك القنبلة وبيحاول يمنعها من الانفجار، وجين حاول يهاجم كوبو ويمنعه من تدمير القنبلة، لكن جين مات بالضربة واحدة من كوبو. بعدها كوبو كان عاوز يمسك ايرون، لكن لقى الصاروخ بيتضرب عليه من الكابتن هانك. كوبو بالرغم من الإصابة اللي عنده كان لسه عاوز يوصل للقنبلة، وايرون في اللحظة دي جات له الفرصة انه يهاجم كوبو من وراه، وكان بيقرب من رقبته علشان يقتله. وفي نفس الوقت ال5 دقايق بتوع القنبلة خلصوا، لكن الغريب انها ما انفجرتش، وده لان كوبو قدر يدمر المفاعل بتاع القنبلة. وهنا ميكاسا جريت ناحية المفاعل علشان تصلحه، لكن كانت ضايعة ومش عارفة أساساً ده يتصلح إزاي. وفجأة بيظهر قدامها شيكيشيما، وكلنا فكرنا إنه مات بعد معركته مع ايرون، لكن لأ، لسه عايش. شيكيشيما وقف قدام ميكاسا وكان غضبه ظاهر من عينيه، وقال لها بمرارة انتوا اخترتوا الحماية بدل من الحرية، ودلوقتي هتفضلوا طول عمركم تصلحوا الجدار وتستخبوا، مش هتقدروا تعيشوا بحرية زي ما كنتوا عايزين. كانت كلماته ثقيلة وميكاسا حست بالهزيمة في كلامه، لكن ميكاسا مستسلمتش وقالت له بقوة احنا لسه عندنا أمل نبني عالم تاني لو قتلنا الطاغية كوبو، هيكون ده بداية جديدة. وفي اللحظة دي ايرون كان بيمر بموقف صعب جدا، قدر يوصل لرقبة كوبو وفتحها بسيفه، لكن كوبو زي الوحش المسعور مسك ايرون زي الحشرة، كان على وشك يقتله. لكن في اللحظة دي شيكيشيما ظهر بشكل مفاجئ وبيبدأ يتسلق الجدار وبينطلق بسرعة ومعاه القنبلة. كوبو في اللحظة دي وقع ايرون من ايده، شيكيشيما قفز على كوبو بكل قوته وهو ماسك القنبلة ورماها في بقه، ومن حرارة جسم كوبو انفجرت على طول. انفجرت القنبلة فيهم هما الاتنين وبقوا وسط انفجار هائل، وكده شيكيشيما بيكون ضحى بحياته علشان يخلي كوبو يموت وتتحرر البشرية أخيراً من قيود الحكومة. الانفجار ده كان قوي جداً، وكل الصخور الكبيرة وقعت من فوق وتطايرت في الهواء. ايرون كان وسط الصخور دي، لكن في لحظة وسط الفوضى دي ميكاسا ركضت بسرعة على ايرون ومسكت ايده وسحبته لبر الأمان. الصخور كلها وقعت تحتهم وسدت الفتحة اللي كانوا التايتنز بيخشوا منها. ايرون وميكاسا وصلوا على الجدار من فوق وشافوا البحر لأول مرة في حياتهم، بحر واسع بيوحي بالأمل، وكانوا في حالة من الدهشة، والحلم اللي كانوا بيحلموا بيه اتحقق أخيراً، وحسوا إن كل اللي مروا بيه كان ليه معنى، وكانوا واقفين فوق الجدار بيشوفوا البحر الجميل. وكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني من الفيلم، وبتمنى من أي أخ أو أخت عجبته الحلقة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة.